حكومة عجزت عن تنفيذ قوانين الأخ الرئيس. وزير الإسكان اللي تكلم الآن عن قضية الاقتراح برقبة واستعداد الحكومة لتنفيذه، يا أخي نفذ قانون الإسكان اللي عندك واللي جاي فلسفتك الجديدة عشان تورط الناس فيها. نفذ واخلص. إذا أما اقتراح برقبة لا يضحكون علينا، لا يقولون لنا إن احنا قاعدين نسعى لتنفيذ اقتراحات النواب. هذا ضحك على الذغون، قوانين مو قاعدين ينفذونها، ينفذون اقتراحات برقبة مثل ما تفضل الأخ عدنان عبد الصمد. لذلك الأخ الرئيس أرجو من المجلس الموقر أن يحسم هذه القضية وأن لا نشارك الحكومة في تنفيع أطراف معينة تتعلق بصحة الناس. شكرا الأخ الرئيس. لحظة، تفضل أخ وزير الكهرباء. شكرا الأخ الرئيس. أول شيء احنا ما نرضى أن يتكلم سلة بهذه الطريقة، لأن احنا لا نتاجر بصحة الناس، واحنا حريصين على صحة الناس، إذا هناك أطراف معينة لها مصلحة أنا أطلب من الأخ مسلم أن يقف اليوم ويقول لنا على هذا الميكروفون قدام الناس وقدام المجلس شنو الأطراف المعينة اللي مستفيدة من هذا المشروع. شكرا الأخ الرئيس. تفضل أخ مسلم. أنا أول شيء أرجو من الأخ الوزير أن يتعلم أسلوب المخاطبة. أنا اسمي النائب مسلم أو الأخ مسلم، لكن يقول مسلم أنت قاعد بشارع ولا بديوانية، فرجاء أن تحترم ألفاظك وتعرف شلون تخاطب النواب. هذه نقطة. النقطة الأخرى يقول لي شنو الأشياء اللي حنا قلنا ضررنا الناس فيها أو سعينا لإضرار الناس فيها. أنا قاعد أوجه ندائي للأخوة النواب بأن نحاول أن نتريث قليلا في هذه المسألة. إحنا نقول القضية ما حنا رافضينها، يا ليت الأخوة يسحبون تقريرهم ويفتحون حوار ومجال للنقاش ويسمعون وجهات نظر أكثر. والأخطر من ذلك أن اللجنة المختصة الجهة المختصة وهي معهد الأبحاث في أول تقرير فعول الإخوان قال أبدأ تحفظها. لذلك الأخ الرئيس أرجو فقط أن يتم إعادة التقرير للجنة لفتح حوار حول هذا الموضوع. وشكرا الأخ الرئيس. وزير الكهرباء. الرئيس أنا طلبت من الأخ مسلم أن يبين لنا أسماء المنتفعين، والذي يتكلم بأسلوب الشارع ويتكلم في أسلوب المجلس أعتقد أعضاء المجلس والمشاهدين يعرفون من هو الذي يتكلم بأسلوب الشارع. وشكرا لك الرئيس. أخ أحمد باقر. أخ الرئيس. أخ أحمد باقر جايك هو أهم نظام. أخ الرئيس قبلك ناس فيه. تفضل أحمد باقر. أحمد باقر تفضل. لا خل أعطيك الدور، يجي له الكلام. أحمد باقر. يجي له الدور. أحمد باقر. يتكلم بعدي. أحمد باقر. يتكلم بعدي. يتكلم خلاص. أحمد باقر. أنا أخ الرئيس الأخ مسلم يتكلم بعدي إن شاء الله. يتكلم أحمد باقر. أتكلم الأخ مسلم بعدي يا أخ الرئيس. أعطيت الكلمة لأحمد باقر، ما راح أعطيك الحين. أول أحمد باقر. أخ الرئيس سأرفع الجلسة إذا كان الوجوب. أول أحمد باقر. بعدي كل واحد يتكلم بعدي شو يصير يعني؟ شو يصير لما يتكلم بعدي؟ أحمد باقر أول. أخي يطلب الكلمة إحنا. أحمد باقر أول. أخي يتكلم بعدي. سأرفع الجلسة. أخ الرئيس سأضطر لرفع الجلسة. الأخ مسلم يتكلم بعدي يا أخ الرئيس. ممكن الأخ مسلم يتكلم بعدي. أحمد باقر ما راح أعطي. أول أحمد باقر. أملك. أحمد باقر تفضل. الرئيس تكلم إن شاء الله. تفضل اتكلم. أخ الرئيس أخي يتكلم بعدي. إيش فيها؟ شو يصير؟ تفضل أحمد باقر. لا تفضل أحمد باقر. أخ الرئيس تكلم بعدي. تفضل أخ أحمد باقر. الصراخ ما يصير. ما أرفع الجلسة. أنا رفعت نقطة نظام. رفعنا نقطة نظام كم مرة؟ ويا باسمي وأنا أحمد باقر.
رئيس. ترفع الجلسة إلى قدر الثلاثاء.